السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ مرحبا بكم في قناه هواة اموله. شكرا دائما على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم ليا. شكرا للناس اللي يلاه انضمت للقناه ديالي، مرحبا بكم والف مرحبا. شكرا للناس اللي كتدعمني واخا غير بلايك واخا غير بتعليق كتحفيز وكتشجيع، وكنتمنى انكم تشاركوا القناه ديالي مع الاهل والاحبال غير باش نحقق الشرط الاخير اللي باقي ليا. الله يجازيكم بخير، شكرا لكم كاملين، كنشكركم من كل قلبي. بلا ما نطول عليكم الهضره، الوصفه ديالنا ديال اليوم اللي هما واحد المسيمنات صغيورين كيجيو رائعين، كيجيو مقرمشين، كيجيو فتيين، كيجيو رطبين، يعني كيجيو بزاف وبزاف. هاد المسيمنات هادو راهم كيجيو بزاف مقرمشين بنانين. ما عندي ما نقول لكم، يعني تقولوا واش كتقادوهم بالعجين المورق، ولكن هي غير بالعجينه ديال المسمن ديالنا العاديه. غادي نوريكم الطريقه كيفاش طيبوهم، طريقه بسيطه مع شرح مبسط. غادي نوريكم باش غادي يعني بواحد المكون باش غادي غير تفرجوا في الفيديو من الاول الى الاخير باش غادي نورق هاد المسمنات ديالي، لان الصراحه ما تفلتوش عليكم. هاد الوصفه هذه صراحه كتستحق تجربه، وبواحد الحشوه اللي هي سهله وفي متناول الجميع، وبواحد العجينه اللي كتكون سهله بزاف بزاف. واحد العجينه اللي كما قلت لكم كتجي لينا مقرمشه وكتجي لينا رطبه بزاف بزاف، كتجي لينا فتيه. كما قلت لكم راه بحال كتاكلوا الملفي. هاد المسيمنات الا قديتيهم بحال كتاكلوا الملفي، بحال تقولوا مقادينهم بالعجين المورق، ولكن هي غير العجينه ديال المسمن. بلا ما نحرق لكم المراحل، وخصوصا الناس اللي ما عمرها ما قدات الفطائر او ما كتعرفش تقدهم، بهذا الفيديو ان شاء الله يعني فيديو راه كل شيء فيه موظف. ما غادي نشرح لكم من الاول الى الاخر. اول حاجه غادي نبدا هي العجينه ديالي باش غادي نخليها ترتاح ليا مزيان. هنايا عندي 3 زلايف ديال الدقيق القمح الصلب، يعني الدقيق القمح الصلب، داك الدقيق الطحين الحرش. وهنايا كاين الفرص، بغيت نوريكم غير انا باش عجنه. نتوما الا بغيتو ديروا الفرص الدقيق الرطب يمكن لكم، بغيتو ديروا الطحين اللي كيكون الحرش يمكن لكم، اللي بغيتو. هنايا عندي واخده زلافه ديال الفينو اللي هو السميد الناعم، يعني ماشي السميده اللي كنقادو بها الحرشه، الفينو اللي هو السميد الناعم. ملعقه ديال الزبده كتعطينا واحد التوراق اللي هو رائع. الملحه والخل تا هو كيعطينا واحد التوراق زوين، وزيت الزيتون مع زيت الزيتون بطبيعه الحال كتعطينا واحد الفتاوى. العجينه ديالنا واحد ساشيه ديال خميره الحلويات. اول حاجه غادي ناخذ القصعه ديالنا او الصحفه، يعني في البلاد ديالنا حنا كنقولوا صحفه، ولكن الدول الاخرين كيقولوا القصعه. كندير فيها دوك 3 ديال الزلايف ديال الدقيق القمح الصلب. الطحين راه كيكون حرش على الفرص كيكون رطب، ولكن هذا كيكون حرش شويه. نتوما بغيتو ديروا هذا، بغيتو ديروا الفرص، لكم حريه الاختيار، راه بجوج بهم كيجيو مزيانين. غادي نزيد شي زلافه ديال الفينول هو السميد الناعم، وغادي نزيد المليحه، وغادي نخلي لكم دائما المقادير مكتوبه تحت الفيديو. غادي نزيد واحد ساشيه ديال خميره الحلويات، وغادي نخلط المكونات ديالي كلهم. عاد غادي نزيد ملعقه ديال الخل، حتى هي كتعطي لنا واحد التوريق العجين ديالنا. كيف ما قلت لكم هذا الفيديو غادي نشرح لكم جميع التفاصيل باش العجينه ديالكم تجي لكم مزيانه، الطريقه باش غادي تعجنوها والطريقه باش غادي طيبوها من طبيعه الحال، وبواحد المكون باش غادي نورق العجينه ديالي المسمن اليوم مسمنات عامرين. يعني كيعطي لهم واحد التوراق اللي هو رائع بزاف بزاف. غير تفرجوا في الفيديو غادي تشوفوا جميع المراحل. هنايا غادي نزيد 3 المعالق الى 4 المعالق ديال زيت الزيتون اللي هي زيت العود اي زيت البلديه. غادي نخلط المقادير ديالي كلهم، والماء من طبيعه الحال باش غادي نعجن العجينه يكون دافي، ما يكونش سخون بزاف كيشوط، وما يكونش بارد بزاف. ضروري الجو بارد دابا، لان الجو بارد خاصنا ضروري ان ندفيو الماء ديالنا. كان الماء ما كنخويوهش في دقه واحده، كنبقى نخوي شويه بشويه، وانا كنجمع العجينه ديالي برؤوس الاصابع ديالي على هذا الشكل هذا. كنحاول انني انا كنجمعها وانا كنرملها في نفس الوقت. غادي نحاول انني كما قلت لكم كنجمعها وكنرملها بيديا. من بعد ما جمعتها بيديا، يعني العجينه ما تكونش جاريه بزاف
وما تكونش قاصحه بزاف، تكون متوسطه. كناخذ شي شويه الماء وكنديرها. ايوا هنايا اختي يا لاله الحادقه، عطي لي البنيه باش غادي نعرفك حادقه بهاد البنيات، يعني باش غنعرف كنعرفوا الناس حادقه بهاد العجينه ديال البنيات. تعطيها البنيه مزيان. العجينه ديالكم السر ديال المسمنات ديالكم المعمرين، ضروري انكم تعجنوا العجينه ديالكم مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا. من طبيعه الحال اللي عنده العجانه راه غادي يعجنها بالعجانه، واللي ما عندوش العجانه راه غادي يعجنها غير بحالي انا بيديا على الطريقه المغربيه التقليديه ديالنا. يعني الامهات ديالنا راه كانوا كيعجنوا غير بيديهم، داك الوقيته ما كانت لا عجانه لا والو. اما دابا تبارك الله كاينه العجانه وكاين كلشي. الام ديالي الله يرحمها ويدخل عليها الرحمه، وانتم اللي عنده الام ديالو الله يخليها له بركه، واللي ماتت الله يرحمها ويدخل عليها الرحمه يا ربي في هاد العواشر. هنايا من بعد ما كنجمع العجينه ديالي مزيان، كنحاول انني ندلكها بالكف ديال يديا. كنستعمل يديا بجوج، كندلكها بالكف ديال اليمين وبالكف ديال اليسار حتى كندلكها مزيان مزيان. كنحس بها انها رطبت لي، يعني كنحس بها رطبه في يديا. كناخذ داك الملعقه ديال الزبده حاولوا ما امكن تكون خارجه من الثلاجه، تكون رطبه باش ما تعذبكمش، باش دغيا تدخل لكم في العجينه ودغيا تذوب لكم. هاد الملعقه ديال الزبده كتعطينا واحد التوراق حتى هو اللي هو رائع العجين ديالنا. كنحاول انني ندخل داك الزبيده ديالي مزيان، وكنحاول انني ندلك بالكف ديال يديا. كما كتشوفوا راه كنستعمل اليد اليمنيه مع اليد اليسريه، كندلكها مزيان مزيان. من بعد ما كنجمع العجينه ديالي وكندلكها مزيان، غنحاول انني ندير فيها تقريبا، شوفوا العجينه كيفاش كتكون، راه خاصها تكون رطبه على هذا الشكل. غنحاول انني ضروري انكم ديروا هذه الملعقه ديال زيت الزيتون، غير تبعوا المقادير كما هما، يعني تبعوا المقادير اللي عطيتكم وان شاء الله راه هاد المسمنات كيجيو رائعين. غادي ندير واحد الملعقه ديال زيت الزيتون، وغادي نحاول انني نغطي العجينه ديالي. كما قلت لكم انا العجينه صبقت بها هي الاولى، بغيتها ترتاح لي، يعني تاخذ وقتها. راه ما تخافوش لان ما دايرينش فيها الخميره باش غادي تخمر لينا ولا غتقول غادي تفيض لينا ولا شي حاجه. راه دايرين غير خميره الحلويات، ما فيها لا خميره ديال الخبز لا والو. خليوها ترتاح على خاطرها، غنخليها ترتاح. خليتها انا تقريبا 3 سوايع. هنايا غادي ندوز للحشوه. عندي هنايا البصله الخضاريه، واخده واحد 3 البصلات الخضاريات كبارين، يعني ماشي كبارين بزاف، متوسطين. نقيتهم وغسلتهم مزيان. وعندي هنايا 3 ديال الفلفلات، يمكن لكم ديروا نتوما الفلفل الالوان، انا عندي غير هاد الفلفله حمراء وفلفله خضراء. عندي نص ديال المكور اللي هو الملفوف، كيجي غزال في الحشوه كيجي بنين. 3 ديال الخيزوات والعطريه. غادي نحتاج الملحه، سكنجبير اللي هو الابزار، سكنجبير عفوا لي زنجبيل بودره، اللي بزار اللي هو الفلفل الاسود، وصوص صوجا وزيت الزيتون. وعندي هنايا واحد الكميه اللي هي قليله ديال الكفته 20 درهم 300 غرام، والكميه كتبقى على حسب الرغبه. من طبيعه الحال انا غير بغيت نبنن هاد الحشوه ديالنا بهاد الكفته هادي، لا بغيتو ديروهم غير بهاد الخضيره هادي وتزيدوا عليهم واحد ساشيه ديال الفيرميسيل اللي هي الشعريه الصينيه، بلا ما ديروا كفته او دان. راه يمكن لكم حتى بهاد الخضيره راه كتجي بنينه مع هاد البصيله. اول حاجه كنقطع داك البصيله ديالي الخضاريه على هذا الشكل، قطعات يكونوا صغيورين. انا دايره الخضاريه لان هذه هي الوقيته ديالها ودغيا كتذوب لينا في الحشوه، لان هاد الخضره ديالي راه غنطيبها بمره واحده، ماشي غنشحر البصله هي الاولى عاد غادي نضيف من بعد الخضره، لا غادي نشحرهم كلهم مره واحده. الخضره كما قلت لكم البصله الخضاريه راه دغيا كطيب لينا. هنا واخده دوك الرويسات ديال البصله الخضاريه ما كنلوحهمش، راه كيكونوا بحال الشكل ديال البورو، كيكونوا بنانين حتى هما. كنغسلهم مزيان وكنمسحهم بداك الماء وكنقطعهم على الشكل كما قطعت البصيله ديالي. شكل يكون يعني مربعات يكونوا صغيورين، قطعات يكونوا صغيورين على هذا الشكل هذا. كما قلت لكم البصله الخضاريه كتعطينا واحد المذاق اللي هو بنين بزاف بزاف وكطيب لينا دغيا، خصوصا ملي كتعسل كتزيد تعطي لنا واحد المذاق. حنا الصراحه هذه الوقيته ديالها كنطيبوا بها جميع الاطباق ديالنا الصراحه تقال. ما كنشوفش داك البصله الاخرى كتكون في هذه الوقيته غاليه شي شويه. الله ان شاء الله من هنا لقدام يكون زعما ترخص شي شويه الخضره. البصله الخضاريه كتكون ناقصه الثمن، داكشي علاش. من بعد ما ساليت البصيله ديالي كندوز للفلفله حتى هي كنقطعها، كنحيد لها دوك الرويسات ديالها ودوك الخيوطه اللي كيكونوا في الوسط وداك الزريعه اللي كتكون لينا في الوسط، حتى هي كنقطعها يعني مربعات يكونوا صغيورين. وهنايا كندوز ثاني نحك على هذا الشكل الخيزو ديالي. راه ضروري انكم تحكوه سواء في هذه الحكاكه اللي عندي انا سواء في ديك الحكاكه الصغيره اللي كنحكوا فيها الثومه. باش ما بغيتو تحكوه
هنا كنحك خيزو ديالي على هذا الشكل. من بعد ما كنزال لي خيزو اللي هو الجزر كندوز نحك يعني المكور الملفوف كيجي حتى هو كيعطينا واحد البنه زوينه وواحد التعليكه اللي هي زوينه بزاف الحشوه ديالنا. نتوما بغيتو تقطعوه بالموس، ولكن الا قطعتوه بالموس غادي يجي لكم، حاولوا ما امكن تقطعوه تقيطعات يكونوا صغيورين. انا فضلت صراحه انني نحكو لان فاش حكيتو جاء احسن. هنايا غادي ندير المقيله ديالي، يمكن لكم تشحروا في اي حاجه بغيتو، انا درتها في هذه المقيله هذه. غادي نحاول انني ندير تقريبا هنايا في الاول درت واحد 2 معالق كبارين ديال زيت الزيتون، وغادي نخلط المقادير ديالي كاملين. العافيه راني شاعلها البوطه، ما تكونش ناقصه بزاف وما تكونش مجهده بزاف، يعني تكون متوسطه باش الحشوه ديالكم طيب لكم على خاطرها وطيب لكم مزيان. كنحاول انني نخلط داك الخضيره كلها مع داك الزويته اللي درت على هذا الشكل هذا. ومن بعد عاد غادي نزيد واحد، شفت انا زيت في الاول درتها قليله، عاد غادي نزيد هنا تقريبا ثاني درت تقريبا. المهم هذه الحشوه درت فيها تقريبا ما كاملش نص كاس ديال الزيت. في الاول درت زيت زيتون ومن بعد درت زيت زيتون مخلطه مع زيت المائده. يمكن لكم نتوما ديروا اي زيت بغيتو، ولكن صراحه زيت الزيتون كتعطينا واحد المذاق اللي هو زوين في الطياب ديالنا. هنايا تشوفوا الحشوه المقله كيفاش كانت في الاول عامره، شوفوا منين كطيب لينا راه كتنزل الخضيره، راه منين كطيب كتنزل مع داك البصله ما كتبقاش باينه نهائيا. هنا من بعد داك الخضيره ديالي والبصله ديالي تشحرات ليا مزيان، غادي نزيد داك الكفته. كيف ما قلت لكم الا ما بغيتوش ديروا الكفته ديروا غير هاد الخضيره وتزيدوا معها واحد ساشيه ديال الفيرميسيل، ديروها في الماء سخون واحد 3 دقائق ولا 2 دقائق وتصفيوها وتقطعوها وتزيدوها على الخضيره ديالكم، راه حتى هي كتجي بدون اللحوم كتجي بنينه. بغيتو ديروا الكفته يمكن لكم او لدان المقطع اللي بغيتو. انا كتعجبني صراحه الكفته ديال لدان اللي هو الديك الرومي، حنا كنقولوا بيبي، الناس كتقول الديك الرومي او لدان. بغيتو ديروا كفته ديال الدجاج، الكفته ديال اللحم، ديال الغنمي، اللي بغيتو. انا كتعجبني الكفته ديال لدان لانها كتكون بنينه الصراحه وما كتكونش فيها داك، ما كتكونش فيها الدهون بزاف، تتكون ناشفه. كنخلط داك الكفته ديالي كنحس بها طابت ليا، كنخلطها مع داك الخضيره وكنزيد الملحه عينكم ميزانكم من طبيعه الحال. كاين اللي كيبغي الماكله تكون مالحه شي شويه، كاين اللي كيبغيها متوسطه، كاين اللي كيبغيها تكون مسوسه. المهم المليحه على حسب الذوق ديالكم. كنزيد ملعقه صغيره ديال سكنجبير وزنجبيل بودره، نص ملعقه ديال الابزار اللي هو الفلفل الاسود، ملعقه صغيره تكون عامره ديال الثومه بودره. اللي ما عندوش الثومه بودره يمكن له يدير فص ديال الثوم او 2 فصوص ديال الثوم، وواحد الملعقه ديال السودانيه. اللي ما بغاش الحار يمكن له ما يديروش. غير هاد الحشوه فاش كديروا فيها شي شويه د الحار كتجي بنينه الصراحه. هنا كنخلط المقادير ديالي كلهم على هاد الشكل هذا. من بعد كنحس داك العطريه ديالي اي تتبيله دخلت ليا في داك الخضيره والكفته، غادي نزيد تقريبا واحد 3 المعالق الى 2 المعالق كبارين ديال صوص صوجا. هاد صوص الصوجا صراحه كتعطي لنا واحد المذاق اللي هو بنين بزاف وواحد التعليكه اللي هي زوينه بزاف، واحد البنه زوينه. اللي ما عندوش صوص صوجا متوفره في الدار يمكن له يدير 3 ديال الفرماجات او 2 فرماجات، يعني الفرماج العادي المثلث اللي كنديروا او الفرماج ديال ساندويتش، حتى هو كيعطيها واحد التعليكه اللي هي زوينه بزاف بزاف. يعني عطيتكم باش غادي حاجه باش تعوضوها حاجه. اللي ما عندوش صوص صوجا يمكن له ديال الفرماج المثلث او الفرماج ديال ساندويتش من 2 مربعات الى 3 المربعات. الحشوه ديالنا راه الجو بارد غتبرد ليا دغيا، غنخليها تبرد وغادي ندوز غادي نكور الكويرات ديالي. غتكون الحشوه ديالي راها بردات. هنايا شوفوا العجينه كيفاش كتكون، راها كتجي رائعه ما كتقطع. شوفوا راه انا مزربه فيديو ما حتى شي حاجه، خليته على الطبيعه باش تشوفوا العجينه كيفاش جات. شوفوا العجينه كيفاش مرخخه، غادي تعطيني الطعم المسمنات ديالي، غادي يجيو مزيونين وغادي تعطيني الطعم المسمنات ديالي، غادي نخدمهم بكل سهوله. العجينه قد ما عجنتوها مزيان، قد ما دلكتوها مزيان، وقد ما خليتوها ترتاح مزيان، غادي تسهل عليكم الخدمه المسمنات ديالكم. كناخذ شي شويه ديال زيت المائده وكندهن يديا وكنحاول انني نكور الكويرات على هذا الشكل، تكوروهم مزيان على هذا الشكل هذا. انا درت مسمنات صغيورين، نتوما القياس اللي بغيتو ديروهم صغارين او كبارين. صراحه انا دائما المملحات كيعجبني انني ندير شكل صغيور، فاش كنحطو على الطبله كيجي زويون، وحتى في الماكله كيجي
زوين، ولكن الحجم من طبيعه الحال ديال المسمنات ديالكم او المملحات ديالكم نتوما اللي يعني نتوما اللي كتحكموا فيهم. انا درتهم كما قلت لكم غير صغيورين. هنايا دائما كنستعن بزيت المائده باش كندهن يديا والمسمنات ديالي باش غادي نورقهم. واخده الزبده تقريبا واخده شي 4 المعالق كبارين هنايا مذوباهم ومخلطاهم مع زيت المائده، وهذا هو السر باش غادي تجي لكم العجينه ديالكم مورقه، يعني بحال الملفي بحال العجين مورق. هاد المسمنات كيجيو بالنشا اللي هي نشا الذره او المايزينا. اول حاجه كناخذ الكويره اللي بديت بها في المره الاولى كتكون ارتاحت ليا العجينه ديالي، عجنتها مزيان وخليتها ترتاح 3 سوايع، والكويرات حتى هما ارتاحوا ليا، يعني ما خليتهمش انا ارتاحوا غير كنبداو بالكويره الاولى كتكون ارتاحت لينا عطات لينا الطوع. وتغطيوهم ضروري انكم تغطيو الكويرات ديالكم منين تساليو تغطيوهم مزيان. كنبسطها ضروري انكم واخا تقطع لكم العجينه ما تخافوش. كناخذ القياس ديال الزبده كنديرها القياس ديال النشا كنديرها كنلفها على هذا الشكل. كناخذ نشا ثاني كنديرها وكنحاول انني نبسط ثاني بيديا. كناخذ الجهه الاخرى كنلصقها معها. كناخذ شي شويه ديال الزبده مع زيت المائده وكنحاول انني نجيب الجهه اليسرى مع الجهه اليمنى وكنشكلها على شكل مربع. كيف ما قلت لكم اخواني اخواتي، منين تكوروا الكويرات ديال المسمنات ديالكم ضروري انكم تغطيوهم بالبابي بلاستيك، المهم شي ميكا باش هكا ما ينشفوش لكم، كيبقاو لكم مزيتين وكيزيدوا يرتاحوا لكم، كيزيد يعطيوكم الطوع باش انكم تسرحوهم بكل سهوله. هنا كناخذ الكويرات الثانيه كناخذ شي شويه ديال الزبده او زيت المائده وكنحاول انني نبسط الكويرات ديالي او العجينه ديالي مزيان حتى كنشوف حصه يعني البصه فاش كنخدم بها كتبان ليا. شوفوا واخا تقطع لكم راه ما تخافوش، لان هاد المسمنات هادو غادي نورقهم يعني على 2 المرات. المره الاولى واخا تقطع لكم ماشي مشكل. كناخذ شي شويه ديال الزبده شي شويه ديال النشا كنسرحها على المسمنه ديالي وكنلف الجهه هذه. كنحاول ثاني نبسط، ناخذ شي شويه ديال الزبده شي شويه ديال النشا وكنحاول انني نبسطها بيدي على هذا الشكل هذا. كنجيب الجهه الاخرى كنلصقها معها وكنجيب الجهه اليسرى على هذا الشكل هذا مع الجهه اليمنى وكنشكلها على شكل مربع. وغادي نحط المسمنات ديالي يرتاحوا ليا. غادي نكمل كلشي بنفس الطريقه. غادي نعاود معكم ثاني وحده. كناخذ شي شويه لما بغيتوش ديروا مثلا الزبده جاتكم يمكن لكم تبسطوا غير في الاول غير بالزيت ومن بعد ثاني يمكن لكم ديروا الزبده، ولكن اللي عندكم الزبده في الدار يمكن لكم الزبده كتكون احسن، كتعطينا واحد التوراق اللي هو زوين بزاف المسمنات ديالنا. كناخذ القياس ديال الزبده كندهن وانا كنورق المسمنات ديالي. ما كناخذش بزاف ديال داك القياس ديال الزبده والزيت، غير شي قطيرات بحال هكا. وكنحاول انني نورقها مزيان على هذا الشكل هذا. واخا تقطع لكم كيف ما قلت لكم في الاول راه ماشي مشكل. كنحاول انني نبسطها مزيان. شوفوا الطوع اللي كتعطيني العجينه ديالنا منين كنعجنوها مزيان ومنين كنخليوها ترتاح. كناخذ القياس ديال النشا كنديرها كنطوي المسمنه ديالي وكنطويها ثاني على الجهه الاولى مع الجهه اليسرى على هذا الشكل هذا. كنجيب داك المربع بحال هكا. شوفوا كيفاش راه الطريقه واضحه وباينه صراحه. وكنحاول انني نقدهم من الجوانب وكنحطهم يرتاحوا لي صراحه. فاش كيرتاحوا كيزيدوا يعطيو لينا طوع مزيان في العجينه ديالنا. غادي نكملهم بنفس الطريقه. شوفوا من بعد ما كملتهم هذا هو المسمنات ديالي من بعد ما درت التوريقه الاولى، يعني من بعد ما شكلتهم على شكل مربع للمره الاولى. غادي خديت واحد القياس ديال الزبيده ودردرتهم من الفوق وغطيتهم بالبلاستيكه. وغادي نحاول انني ثاني ناخذ العجينه يعني المسمنه اللي بديت ورقت في الاول. دائما كتبداو باول وحده باش كتكون اول وحده عطات لكم الطوع. كناخذ القياس ديال الحشوه ديالي كيف ما درت في الاول كندير في الثاني، يعني كناخذ الحشوه ديالي وكنديرها في الوسط. كناخذ جهه شريط الاول مع الشريط الثاني كنلفهم وكناخذ الجهه اليمنى مع الجهه اليسرى وكنشكل على شكل مربع. انتم شوفوا هذه الكويره الثانيه كنحاول انني نبسطها. دائما كنستعن بشي شويه ديال هنايا راه ما غاديش ندير لا نشا لا والو، لان النشا درتها في المره الاولى. كناخذ غير داكشي شويه ديال الزيت مع الزبده وكنحاول انني كناخذ القياس ديال الحشوه كنشكل كنلف شريط مع شريط. كنجيب الجهه اليمنى مع الجهه اليسرى على هذا الشكل وكنشكلها على شكل مربع. هنا راه ما غنبسطهم ما والو حتى غنديرهم في الطبيصل ديالي. عاد داك الساعات غادي نبسطهم. غنعاود معكم
لكم تاني وحده تانية. كنتمنى انا الشرح ديالي كنتمنى من كل قلبي انا الشرح زعما يكون واضح ومفهوم والطريقه تكون مفهومه. غادي ناخذ المسمنه ديالي كندير فيها القياس ديال الحشوه، كنجيب الشريط الاول مع الشريط الثاني كنلصقهم، كنجيب الجهه اليمنى مع الجهه اليسرى على هذا الشكل هذا، وكنحاول انني نقادهم من الجوانب وكنشكلهم على شكل مربع. كناخذ شي شويه ديال زويته مع الزبده كما قلت لكم، وكناخذ ثاني الكويره الرابعه هذه. شوفوا من بعد ما كتكون ارتاحت ليا العجينه ديالي عاطياني الطوع وكتخدموا بكل سهوله وكتخدموا مرتاحين مع روسكم، كنجيب الشريط الاول كندير الحشوه الشريط الاول مع الشريط الثاني، وكندير الجهه اليمنى او الجهه اليسرى مع الجهه هذه وكنلصقهم، وكنحاول انني نقادهم على هذا الشكل هذا على شكل مربع كيف ما كتشوفوا. كما قلت لكم هاد المسمنات راه كيجيو رائعين. هنايا في هذا الاثناء هنايا قديتهم حطيتهم في الطبسيل، اما دهنوه بالزيت او تقادوه بالورق ديال الفرن. هنايا المسمنات ديالكم باش يجيو لكم مرقين. الطريقه ديال الطياب الفران انا راه عندي راه كيسخن، راه شعلته باش يسخن ليا. كنبسط المسمنات ديالي على هذا الشكل. حاولوا ما امكن تبسطوهم، ضروري انكم تبسطوهم بحال هكا باش كيجيو لكم مزيانين، غير شويه ماشي بزاف. الفران كيف ما قلت لكم يكون سخون، ضروري انه يكون سخون باش هكا الا كان بارد راه ما كيجيوش لينا المسمنات ديالنا مرقين. ضروري انه يكون سخون باش هكا كيعطي لينا واحد التوريقه اللي هي مزيانه. هنا باش غادي ندهن المسمنات ديالي خديت الزبده المذوبه وخلطتها مع صوص الصوجا. نتوما الا بغيتو ديروا هذه الطريقه اللي درت انا ديروها، لان صراحه الزبده راه كتعطينا واحد التوريقه اللي هي زوينه للمسمنات ديالنا. بغيتو ديروا غير اصفر البيض مع قطرات من الخل او قطرات من الحليب، او صفار البيض مع صوص الصوجا يمكن لكم، او ديروا الزيت تخلطوها مع الزبده او الزبده بوحدها وديروا واحد شي شويه ديال التحميره وتخلطوها. اللي بغيتو ديروه، ولكن الزبده انا فضلت انني ندير الزبده مع صوص الصوجا. ماشي ضروري صوص الصوجا، يمكن لكم ديروا غير الزبده بوحدها مع شي شويه ديال التحميره، غير صوص الصوجا غير باش يعطيو لينا واحد اللون اللي هو يجي لينا اللون محمر، يعني باش تحمروا لينا المسمنات ديالنا. بحيث كيف ما كتشوفوا راه ما درنا لا سكر سنيده لا والو. هنايا كناخذ زنجلان، يمكن لكم ديروا زنجلان او يمكن لكم ديروا لوز ايفيلي او الخشخاش. انا واخده الزنجلان الاحمر، او يمكن لكم ديروا الزنجلان الابيض. يعني بغيتو تخليوهم بلا ما ديروا لا زنجلان لا خشخاش لا حتى شي حاجه، راهم كيجيو مزيانين. هنا المسمنات ديالي الفران راهم كانوا سخانين، شوفوا كيفاش كيجيو تبارك الله، كيتنفخوا لينا وكيجيو مرقين وكيجيو بزاف بنانين. كنتمنى ان الوصفه تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، وكنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بالدعم ديالكم وبالاشتراك في القناه. شكرا لكم كاملين، شكرا على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم وعلى حسن المتابعه. وكنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو والوصفه مع الاهل والاحباب الى عجبكم من طبيعه الحال المستوى ديالي او المحتوى ديالي. شكرا لكم كاملين، شكرا 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 بزاف بزاف. هنايا غادي نقول لكم خليت لكم فرحه الله وعواشركم مبروكه، ونتلاقاو في فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله. بسلام عليكم.